يعني خلينا نحكيها باللغة العامية حتى توصل رسالة. صوت الله. من المؤامرات، وبدت المؤامرات للمؤامرة التي كانت الكثير من المؤامرات عمق المؤامرات التي والمؤامرات التي مؤامرة من إسرائيل وأمريكا. قاب إسرائيل وأمريكا ما عندهم شغل، شلون يعني مؤامرة؟ خميس الخنجر واقع جديد ليس بيد المالكي ولا غير المالكي. نحن قررنا أن نتحرر من العبودية، أن نتحرر من الطائفية، أن نتحرر من الظلم بأيدينا وبالاعتماد على الله أولا وعلى أنفسنا. واستطعنا اليوم، الثوار اليوم يملكون نصف مساحة العراق وهم على أبواب بغداد. على المالكي وعلى من يدعم المالكي وعلى من يوجه المالكي أن يعرف أن هناك أياما صعبة إذا لم يتداركوا الموقف وإذا لم الرحمن الرحيم. نبارك للشعب العراقي هذا الانتصار الكبير على الإرهاب وعلى دولة داعش الإرهابية. وكس خواتكم. نور، انت اللي موظفه ولا اختك الكبيره رضاء اللي هي ما قبل تطلع ايضا ببرنامج انت الكبيره، ورضاء اللي هي رضاء صح؟ هي اصغر من عندك. من اللي بيكم هي متعينه او معينتها ست عاليه؟ كنا بشهادات اختصاص بعينة. تمام. تطلعين وإذا تشتغلين تثبت كفاءتها وتريد تصير قاضية، يعني تقدم دورة قضاء إن شاء الله يا رب الله يسهلها. تثبت كفاءتها وتريد تصير قاضية، يعني تقدم دورة قضاء إن شاء الله يا رب الله يسهلها. بينما المتهم بخطف الناشطة أو الصحفية الإعلامية والناشطين السبعة هو الحج الشعبي بصراحة. نعم أبوك يا الشباب، ليش تقطفن بكل أمهاتكم؟ شلونكم بالتدريب؟ مرتاحين؟ لا اذا مرتاحين ما نريدكم تعبانين بالتدريب، لازم يتعبوكم تمام، ما تنفع يضحك السافل. شكرا جزيلا استاذ أثيل النجيفي القيادي في الحشد الشعبي. را به امامشان میبندد براید. او میگفت اگر حضرت امام مصلحت را در این دیدند که قطعنامه 598 پذیرفته شود، دیگر برای ما جایی برای سخن باقی نمیماند. حکم ایشان است، چه در جنگ و چه در صلح. فقط من فارسی میگم، شما عربی بگید. شما بچه‌های کجا هستی؟ سپاه نوهبت. واقعا اینجا کجاست؟ چیکار می‌خواید بکنید؟ واقعا كنا ننتظر الأوامر للتوجه إلى قيلان غرب لتنفيذ بعض الضربات المهلكة إلى العدو الغاشم في قيلان غرب. كنا حاضرين في منطقة باختران، وأثناء هذا وصلتنا الأخبار بأنه العدو تقدم باتجاه باختران ومع المنافقين. شما فتحركت أمك كني دخلت زي الكشة يا ابن الجهبة. وانا قالوا لي كذا رئاسة الوزراء لك بس اطلع. انا قلت هذا مستحيل اطلع من دولة القانون، ومستحيل ان اقبل اكون رئيس وزراء. تعتبر اليوم مدفعية الحشد الشعبي من اقوى المدفعيات، اقوى من مدفعية الجيش العراقي. نقول لهم اخوان اذا فات الجيش والشرطه تعاونوا. قالوا احنا حجتنا شغله واحده، والله ننذبح وما نسلم محافظتنا والفلوجه والرماد الداع للحشد الشعبي الايراني. اي قوه تريد تجي سواء امريكيه تركيه جيش شرطه نفوت. ويحكشون علينا يقول ليش تجيبون تركيا؟ عمي تركيا افضل بلد بالعالم، بس دقيقه، اجمل جواز بالعالم، افضل صحه، افضل تعليم، ما يخلي يجون الاتراك الله محييهم. لك على وجوهكم يا في داخل مجلس النواب. استاذ محمد ايش مخلص دراسه؟ انا اعداديه.
خلص. ايش جابك على الامن والدفاع؟ شنو شغلتك بالامن والدفاع؟ شلون تروح امن والدفاع؟ وليش انت شنو دخل لجنه الامن والدفاع يعني عود ايش ودك يعني مثلا؟ انت ايش ودك الامن والدفاع؟ انت تعرف ايش وين خدمت انت؟ ايش خدمت عسكريه؟ انت شيلك انت تحاسب. شنو جاوبني انا جاوبني يعني. احنا لبهاتكم لابد كل امك. قائد الثوره المجاهد معمر القذافي ويعطوه فلوس ويقولوا لا يا عم يتكلم باسم لا بيعمل حاله يا سلام هو بيخلص الشعب الليبي، لكن الحين بنقولوا له يا شذاذ الافاق يا تافه، انت الشعب تفهم اكثر من الشعب الليبي ولا شنو؟ انت ولي امر الشعب الليبي. الليبيين محتاجين لك انت يا غام يا قرر. موقفك من ايران، تلك الدولة التي ذهبت اليها فتى وتدربت فيها وقاتلت الى جانب الجيش الايراني ضد الجيش العراقي، اليس كذلك؟ لم نقاتل الجيش العراقي، قاتلنا النظام السابق والاجهزه الامنيه. خرجك غفور يحيى والله. شلون تشوف الآلية الجديدة بعد لا تمد ايدك علي هيك ها؟ لا تحركني. ما اقبل. بعد لا تمد ايدك علي هيك ها؟ لا تحركني. ما اقبل. انطيني وجهك عادي. اقول إنما كانت محاولة لاعتقال 4 من طلاب مكتب السيد الشهيد، 3 منها فشل. وانا على ابوكم لا بعثت خواتكم يا يهودي يا ابن يهودي يا خوات الجعبه يا مناوي. جهله زين. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. ما يتهدد مصيرنا سيخرج المارد المعنوي من القمقم ويهشم الزجاجة ويقول ها أنا ذا مرة أخرى. طبعا مشخصان الناس هم معجبين بي ومعجبات بي. ايش اسوي لهم؟ بالشارع امشي يوقفني ياخذون وياي صور. والله المعجبات شلون ظلت تتعامل وياهم؟ شلون؟ شو يقولوا لك؟ والله سلام واحنا نحبك وانت بطل وانت يعني شيء بدوري وبجهودي اللي جاي اعملها من اجل الناس يعني روحات العمان يمكن هاي 3 سنين ما رايح العمان انا. مش عجب. ليش؟ مره بروحتي هاي الاخيره حجزوني بالمطار. طبعا ينوخذ به. نعم انا رقم صعب بالمنطقه. والله. عندي علاقات دوليه على مستوى. نعم انا رقم صعب بالمنطقه. والله. عندك محبين من ابناء وطنك على الاقل، ما اقول لك بس اهل الانبار. يمكن يوصلوا 110,000 لحد الان. شلون؟ هذا الاشكال من الاخرين ما له معنى وما له. بعد إقرار قانون الحشد وانتهاء المعارك، ما هو مبرر بقاء القوى العسكرية لعصائب أهل الحق؟ لا يوجد عندنا في عصائب أهل الحق زاحف جديد، ولا يوجد عندنا شلع قلع. خرب صلاتك إلا علقك بالقبة يا الله. هاي الحرب الحقيقية من شهر السادس وصاعدا. أنا أقول لكم شيء واحد اللي المفروض يعرفون العراقيين اللي قاعدين خاتلين لي ورا الانترنت والمواقع التواصل ويطقطقون الناس تحكي على الناس. القضية مبيوعة حتى يفتهموها الناس. كربلاء تسقط بيد داعش، واطراف بغداد راح تسقط بيد داعش، تسمعي لي يا اختي؟ وداعش بالشهر ده يطب لها 1000 مقاتل. اي قوات امنيه تتكلم عنها الحكومه والحشد الشعبي. اما ندور قتال مع داعش تاخذوها كلام من علي الحاتم قولوا لها قالها هذا الرجال. والله العلي العظيم لا يطب الحشد وراح ينسحل سحله بالانبار. والله حد الله خبرها. تعرفين ليش؟ داعش تستمد قوتها من دخول اي غرباء لمحافظه الانبار. اي بمعنى ابناء العشائر ومن يلتحق بهم كلهم راح يذهبون ما يجيب الحق بس الذراع الجمي انا دول حين اسباع مو مالي سوالف ولسان الجمي انا والحق ما باع.